الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم النهارده عن الملامح الحضارية في مصر خلال العصر الولاة. هنتكلم أول حاجة عن نظام الحكم. طبعًا قُلت إن المسلمين لمّا فتحوا مصر هيبقوا على النظام السياسي اللي موجود في مصر، بس في تغيير هيحصل. إيه هو التغيير؟ إن المسلمين اكتفوا بشغل المناصب السياسية في مصر. إيه بقى المناصب دي؟ اللي هي هيشرفوا على الإدارة بوجه عام. إيه هي المناصب دي؟ 3 مناصب: منصب الوالي، صاحب الشرطة، القضاء. قُلت اختلف الولاة خلال العصر الدولة الإسلامية يا جماعة. في عصور القوة اللي هي قُلت عصر الخلفاء الراشدين، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول، كان الخلفاء هم اللي بيعيّنوا العرب عشان يتولوا منصب الوالي. وكان الوالي شغلته إيه يا جماعة؟ قُلت الوالي إيه دوره يا ديمة؟ إن هو يساعد الوالي. الوالي، أيوه، إن هو يساعد الحاكم ما هو يعني الوالي يساعد هو الخليفة في الحاكم. حكمه. هو أنتِ قصدِك يعني يساعد الخليفة في إدارة في حكم المصر. مصر. يبقى كده كلامِك صح. يبقى الوالي هو بيبعته الخليفة يعيّنه، وكان لازم من العرب، وكان بيقوم بحكم مصر وإدارة شؤونها الداخلية. مقر الوالي كان فين يا محمود؟ قُلنا فين مقر الوالي؟ يا باشا انا اللينك طلعني ولسه داخل. طيب ما قُل يا إبراهيم مقر الوالي فين يا إبراهيم؟ أقول تاني يا جودي هاسمعك بعدين. ها يا إبراهيم، مقر الوالي فين في مصر؟ مقر الولي آه، اللي قُلنا في هو قول قولي يا جودي. دار الإمارة. ودي موجودة فين؟ سيدنا عمرو بن العاص أنشأها فين؟ في الفسطاط العاصمة. طيب إيه التغيير اللي حصل في العصر العباسي الثاني بقى في الوالي؟ قُلنا في العصر العباسي الأول كان عربي. في العصر العباسي الأمراء الثاني قولي يا جودي. إن هم ضعفوا. هو الخلفاء هم اللي ضعفوا. أيوه. الخليفة إحنا قُلنا دايمًا العصر العباسي الثاني عصر ضعف، اللي قُلت بيبتدي من 232 هجرية ل656 هجرية. فقُلت العناصر اللي سيطرت على كل حاجة في الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني. قُلت العنصر إيه وإيه؟ ها يا إبراهيم؟ أيوه يا مس. إيه العناصر اللي سيطرت على الحكم في العصر العباسي الثاني؟ اللي هي الشرطة. لأ، قولي يا جودي أو الفرس ديمة. والأتراك. أيوه الفُرس والأتراك. قُلت العباسيين في العصر العباسي الثاني زاد نفوذ الفُرس أولًا ثم الأتراك. وقُلت كانوا بيغيّروا الولاة فترات قصيرة بسبب إن الخلفاء يا مس ده مش موجود عندي في الكتاب. ضعاف. لأ، عندك في نظام الحكم. ده مش موجود. طيب نشوف صاحب الشرطة. هاشيّر لك الكتاب اللي معايا يا إبراهيم. صاحب الشرطة دي وظيفة برضه كان بيتولاها برضه أو من ضمن الشخصيات اللي بتدير الحكم في مصر. الخليفة برضه الوالي بقى هو اللي بيعيّن صاحب الشرطة. الوالي يعني سيدنا عمرو بن العاص هو اللي اختار صاحب الشرطة. يعني إيه صاحب الشرطة يا جماعة؟ يعني إيه صاحب الشرطة؟ عارفين اللي زي هو إيه؟ القائد بتاع الشرطة. أيوه، اللي هو زي دلوقتي وزير الداخلية تقريبًا دلوقتي. هو صاحب الشرطة بالضبط زي وزير الداخلية دلوقتي. فكان الوالي هو اللي بيختاره. يبقى سيدنا عمرو بن العاص اختار صاحب الشرطة، اللي هو رئيس أكبر واحد في الشرطة، واللي قُلت زي دلوقتي وزير الداخلية. بس كان أحيانًا الخليفة يتدخّل في اختيار صاحب الشرطة أحيانًا. ليه بقى؟ ليه الخليفة بيتدخّل؟ لأنه كان ينوب عن الوالي في أداء مهامه حال غيابه عن منصبه. يبقى الخليفة أمّا يبقى مصر ما فيهاش والي، ممكن يعيّن صاحب الشرطة هو. ليه؟ لأنه هيقوم بدور الوالي لحين إرسال والي جديد. يبقى ده السبب اللي بيخلّي الخليفة أحيانًا يتدخّل في تعيين صاحب الشرطة. مهام صاحب الشرطة زي مهام الشرطة دلوقتي يا جماعة.
ايه مهام الشرطة دلوقتي؟ ها يا ابراهيم، الشرطة مهمتها ايه؟ ايه، صاحب الشرطة دلوقتي دورها ايه يا اللي هي ابراهيم؟ المحافظة على الأمان وتنفيذ العقوبات التي يحكم بها القاضي. ايوه، هي نفس المهمة برضو كان بيعملوها زمان المسلمين. يبقى المحافظة على الأمن الداخلي بمنع وقوع الجرائم والقبض على الجناة وتنفيذ العقوبات التي يحكم بها القضاء. نفس الكلام النهارده بيقوم بيه الشرطة ولا لأ؟ يبقى دي مهمة صاحب الشرطة، يشرف عشان يمنع الجرائم ويؤدي إلى ويحافظ على الأمن، واللي عليه عقوبة الشرطة بتاخده، اللي هيتحبس بيتحبس، واللي هيتعدم يتعدم. فهمت؟ مش ده تنفيذ العقوبات؟ يبقى دي الوظيفة التانية اللي كانوا المصريين بيتولوها في مصر، أو العرب بيتولوها في مصر منذ الفتح الإسلامي. القضاء بقى، القضاء من النظم الإدارية اللي وضعها العرب بمصر بعد الفتح. طب إيه دور القاضي حاليا يا جماعة؟ القاضي بيعمل إيه في المحكمة؟ مين هيقول؟ قولي يا ديمة، إيه دور القاضي بيقول دلوقتي؟ بيحكم بالحق بين المتخاصمين. المتنازعين. أيوة، برافو عليك. يبقى بيفصل في المنازعات ويدي كل واحد إيه حقه. ده دور القاضي حاليا. نفس الدور ده كان بيقوم بيه القضاة زمان، إنه يقوم على أساس الشريعة الإسلامية. بمعنى إيه؟ أي حد يجيله بيحكم عليه كما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة. هو دي الشريعة الإسلامية. اللي سرق تتقطع إيده، من قتل يقتل، بيحكموا عليه بالإعدام. يبقى هنا القضاء كان بيحكم على أساس الشريعة الإسلامية. يعني إيه الشريعة الإسلامية؟ ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. طيب، غير المسلمين مصر كان فيها مسيحيين صح؟ كان مين بقى يفصل في القضايا بتاعتهم؟ كان لهم قضاة خاصين بيهم، ما عجبهمش حكم القاضي بتاعهم ممكن يحتكموا إلى القاضي المسلم ويفصل لهم في المشكلة. يبقى شايفين التسامح قد إيه؟ المسلم يتطبق عليه الشريعة الإسلامية، طب المسيحي لا، ليه محكمة خاصة بيه وناس زيه بنفس دينه هم اللي يفصلوا. طب ما عجبوش الحكم ممكن يلجأ إلى القاضي المسلم. طب هنا بقى ده بقى الوظيفة دي بقى كان بيعينها الخليفة. خلي بالكم، سيدنا عمر في المدينة المنورة يعين القاضي بتاع مصر. طيب سيدنا عمر اتغير، جه سيدنا عثمان برضو يعين القاضي الجديد. طب ايام الامويين ايوه يعينوا القاضي، ايام العباسيين في العصر يعينوا هم برضو القضاة. يبقى خلي بالكم وظيفة القضاة يعينهم مين؟ الخليفة. يبقى عندك وظيفتين الخليفة بيعينهم اساسيين، الوالي لانه ده مندوب عن الخليفة في ادارة شؤون مصر، والقاضي لان ده هيفصل في المنازعات. ميس احنا هنخلص انت عشان صلاة التراويح. لا حبيب قلبي، ربنا يتقبل منك، انا بصلي التراويح معاك لحد اذان الفجر، فما تسيبش الحته عشان تروح تصلي التراويح يا ابراهيم. انت تصليها في البيت ولا عايز تصلي في المسجد؟ لا، أي حاجة. طب معلش، بس النهارده انت اول يوم، فربنا يتقبل وكل عام وانتم بخير. بس حاول تصلي بقى انت. انا ببتدي 8، يعني انت بتكون 9 عندك. معقول ما تكونوا ما خلصتوش صلاه التراويح؟ أي. لا حاول تصلي بقى معاك لحد 9. تمام. يا رب، كويس ان انت عايز حريص على صلاه التراويح، ربنا يبارك فيك يا رب. يا طيب بس هنا بقى يقول لك كانت وظيفة القضاء من الوظائف السامية وكانت تحاط بالهيبة. كانت مجالس القضاء تعقد عادة في جامع عمرو بن العاص. يعني القاضي كده قاعد في جامع عمرو بن العاص يفصل في القضايا. ما كانش فيه محكمة زمان، القضاة بيقعدوا في المسجد. يبقى المسجد كده أيام سيدنا عمرو بن العاص وأيام الولاة في مصر كان ليه دور آخر غير نشر العلم وغير العبادات، كان محكمة. القاضي بيقعد في المحكمة، خلي بالكم من النقطة دي. يبقى إذن الراجل بيحكم بما أنزل الله، فلازم يكون قاعد في مكان برضه في الوقت ده. فالمحاكم كانت فين؟ كانت مجالس القضاء تعقد عادة في جامع عمرو بن العاص. دول ال3 وظائف اللي كانوا بيتولوهم ايه؟ العرب او الاتراك والفرس فيما بعد في العصر العباسي الثاني. واللي كانت قلت وظيفتين الوالي بيعينه الخليفة. وظيفة ايه وايه يا جماعة اللي بيعينوا الخليفة؟
ها؟ وظيفة الشرطي ووظيفة لا القاضي. لا، انا ما قلتش كده. اللي بيعينوا الخليفه قلت مين؟ الشرطي. لا يا حبيبتي، الشرطي قلت الوالي اللي بيعينه، الا اذا ما كانش فيه ولي على مصر، ففي الحاله دي الخليفه اللي يعين صاحب الشرطه عشان ينوب عن الولي لحد ما يبعت ولي جديد. لكن الوظيفتين اللي لازم يعينهم الخليفه مين؟ الوالي والقاضي. خلاص. والقاضي بقى ده حضرتك لازم يكون حافظ القرآن وحافظ الأحاديث النبوية، مش أي واحد يبقى قاضي. امال يحكم بما ورد في القرآن والسنة ازاي؟ كان بيبقى دارس زيكم في الأزهر كده، واخد زي العالمية كده دلوقتي في الأزهر. مش عندكم زي رسالة الدكتوراه في الأزهر اسمها العالمية؟ فالقاضي كان لازم يكون دارس علوم الدين قرآن وحديث عشان يبقى قاضي. فهمنا الوظائف اللي كان بيتولاها العرب بعد ما مصر أصبحت تبع الدولة الإسلامية وأصبحت ولاية إسلامية. بقية الوظائف بقى كان بيتعينها مصريين عادي، مفيش مشكلة. نحل بقى. يلا يا كابتن إبراهيم. ايوه يا مس. أكمل. يا مس ما فيش شيء. طيب انت كان يتم تعيين الولاة في مصر في العصر العباسي الثاني من ايه وايه؟ قلت في العصر العباسي الثاني العنصر ايه وايه؟ اللي هو الشرطة والقضاء. لا يا حبيبي، العناصر اللي بتتولى الوظائف كانت عنصرين، ايه وايه؟ ها، مين عارف؟ اللي هو حفظ القرآن والأحاديث لا يا بص يا ابراهيم، كان يتم تعيين الوالي في العصر العباسي الثاني. عارفه مين اللي عارف؟ ديما ولا جودي؟ مين عارف؟ الفرس والترك. على فكره انا هقول لكم ايه سبب ان العنصرين دول كانوا كتير وسيطروا على الحكم ايام الدوله العباسيه. الفرس دول، الدوله العباسيه قامت على اكتاف مين؟ مين اللي دخلوا الحرب وقضوا على الدوله الامويه وعلى اكتافهم قامت الدوله العباسيه؟ مش ابو مسلم الخراساني؟ ابو مسلم الخراساني ده كان فارسي. يبقى كده الفرس ساعدوا العباسيين، يبقى شيء طبيعي جدا ان العباسيين هيعتمدوا على العنصر الفارسي ويحلوا محل العرب. ليه؟ ان هم ساعدوهم. خلاص. فكانوا بيولوهم منصب الوزير، ومنصب الوزير ده كان منصب كبير جدا بعد الخليفه على طول، كان بيتولى من الفرس. يبقى ده بدايه دخول الفرس في الاداره وفي الحكم. تمام. بعد كده قلت اني المعتصم ابن هارون الرشيد جلب مين كتير؟ جاب كتير مين وكون منهم الجيش؟ افتكروا، جاب الاتراك، لان المعتصم امه اصلا تركيه، فجلب الاتراك اعداد كبيره جدا. فبداوا بقى الاتراك يكتروا ويتولوا الحكم، لان حصل ان العباسيين غضبوا على الفرس. ليه؟ لان حصل حاجه اسمها نكبه البرامكه، والبرامكه دول كانت اسره كبيره وكانوا بيتولوا منصب الوزاره، بس هارون الرشيد حس ان هم استحوذوا على يعني مكانه كبيره جدا لدرجه الناس نسيت الخليفه، فقام نكل بيهم وحبس ناس منهم وصادر اموالهم. فكده ما بقاش فيه اعتماد على العنصر الفارسي. هيجي ابنه المعتصم يروح جايب مين بقى؟ الاتراك، وهيجيب منهم اعداد كبيره، هم دول هيوصلوا للحكم. عشان كده في العصر العباسي الثاني هيزداد نفوذ الاول الفرس وبعدين الترك. عرفتوا بقى ليه؟ يبقى الاجابه هنا هتبقى العنصر الفارسي ثم والتركي. يلا مين هيقول لي نجح المسلمون في فتح المدن المصريه من مدينه ايه شرقا لايه غربا؟ دي النقطه دي قلنا المرة. قول يا ديم. من العريش شرقا برافو إلى الإسكندرية غرب. برافو. يلا يا محمود، مقر الوالي يا محمود في عصر الخلفاء الراشدين دار ايه يا محمود؟ محمود، مقر الوالي في عصر الخلفاء الراشدين دار ايه؟ سهلة جدا. مقر الوالي اسمه ايه؟ دار ايه؟ عارف يا ابراهيم؟ أقول يا مس؟ قولي. دار الإمارة. في مدينة ايه؟
في مدينة ايه؟ هي في مدينة الفسطاط. برافو يا ابراهيم. دار الامارة في مدينة الفسطاط يا محمود، يا اللي بتاكل يا محمود. طيب اللي عليه مش الدور بقى يلا. بس مش معاك كتاب. طب قول يا محمود 4. كان مين يقوم بتعيين القاضي؟ مين اللي بيعين القاضي؟ قلت. يا مش انت مش فاتحه الكتاب في البتاع وانا مش معاك كتاب، يعني شوف طب منين. طب مين اللي بيعين القاضي والوالي؟ قلت مين وانا بشرح؟ مين يا جماعة كان بيعين القاضي والوالي؟ قلت أقول مين؟ يا مس قولي يا ديما. الخليفة. برافو عليك. لكن اللي بيعين الوالي مين يا جماعة؟ الوالي. الوالي. صاحب الشرطة اللي بيعين صاحب الشرطة الوالي. إلا إذا ما كانش فيه والي، في الحالة كده الخليفة هيعين صاحب الشرطة لحد عشان ينوب عن الوالي حتى مجيئه. خلاص تعالوا بقى نشوف الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية هتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة. المسلمين طبعا مصر دولة زراعية صح؟ فشيء طبيعي ان لما يجوا يفتحوا مصر هيهتموا بشؤون الزراعة والري. عملوا ايه؟ عملوا حاجة بقى مهمة جدا. سيدنا عمرو بن العاص عمل حاجة اسمها مقياس النيل. يعني ايه مقياس على النيل يا جماعة؟ عملوا مكان فيه عمود من الرخام. العمود ده عليه ايه؟ درجات. يعني ايه كده؟ سنتي 2 3 4 متر مترين، فاهمين؟ ده المعنى انه مدرج. المكان ده متصل بالنيل. لما يجي الفيضان كانوا بالمقياس ده يقيسوا مستوى الفيضان كام. ان طلع معتدل ياخدوا الضريبة كاملة اللي على الأرض الزراعية. طب المقياس سجل انه المقياس منخفض، لا كده الأرض مش هتشرب، يبقى ياخدوا الضريبة أقل. طب المقياس سجل أعلى من المعتدل، برضو يبقى الضريبة تقل لأن المية كده هتغرق الأرض. يبقى المسلمين عملوا مقياس النيل على أساس العدالة في فرض الضرائب. ومقياس النيل موجود لحد النهارده، وهوريكم فيديو دلوقتي هوريكم المقياس. يبقى نقول تاني، يبقى سيدنا عمرو بن العاص عمل ايه يا محمود؟ عمل مقياس للنيل. عمل ايه؟ مقياس للنيل. هنشوفه دلوقتي مقياس النيل اهو. ثواني، يعني انا عايز اكتب بس لو كتبت مش هيبان، هيحصل بقى مشكلة عندي. اجيب لكم حاجة في جوجل. مقياس النيل. تعالوا نشوف اهو بجزيرة الروضة عمود رخام. بص اهو، شايفينه الشير مفتوح؟ شايفينه لا اهو. الشير مش مفتوح يا مس. ما انا لو فتحت للاسف الشديد لو فتحت الشير طب مش مشكله، افتح لكم الشير عشان تشوفوا، مش مشكله. بصوا معايا، بصوا. يا مس الشير مقفول. امال انا فتحته، امال ايه؟ اعمل ايه تاني؟ طيب انا فتحته اهو، اهو الشير اهو، اهو كده اتفتح. أيوه. اجيب لكم بقى مقياس النيل اهو. لحظه، ادي مقياس النيل، لحظه واحده. بصوا كده في الصوره، شايفين العمود الرخام ده باين؟ باين. ده بقى مدرج زي مسطره، والعلامه اللي في النص دي ده المعتدل. اذا الميه وصلت للعلامه دي مثلا يبقى كده ده كده ناخد الضريبه كامله. طب المنسوب اقل، لا يبقى كده منسوب الفيضان اقل، يبقى في يعني مناطق مش واصل لها الميه، لا الضريبه تقل. طب المنسوب اعلى، لا يبقى الارض غرقت وفي حصل نوع من المشاكل، لا الضريبه تقل. يبقى المقياس النيل ده موجود لحد النهارده. شايفين السلم ده؟ عشان يطلعوا عليه وينزلوا عشان يعرفوا يقروا القراءات، واخدين بالكم؟ ده عمود رخام اهو. ده معمول بقى ايه؟ من ايام سيدنا عمرو بن العاص، وهدفه تحديد منسوب مستوى الفيضان عشان ما يظلموش الناس لما يجوا يجمعوا الضرايب. كده فهمتوا يعني ايه مقياس النيل؟ وموجود في مكان تمام. التنزيل على فكره، هو متصل بالنيل. الفتحه دي بتجيب الميه من النيل على فكره. يبتدي الفيضان، تبتدي الميه تدخل هنا تملى المكان لحد ما ايه؟ تحدد المنسوب بتاع الفيضان ايه. ده من اهم اعمال سيدنا عمرو بن الايه؟ عمرو بن العاص. فهمتوا؟ عملوا ايه كمان في ايام الامويين العباسيين؟ اهتموا بتوسعه رقعه الارض الزراعيه، وحفروا ترع وقنوات جديده، واستصلحوا ارض جديده
او وصلوا الميه لمناطق جديده وزرعوها. يبقى كده الزراعه ازدهرت في ايام عصر الولاة ولا لا؟ ها، الزراعه ازدهرت؟ مين أيوة. هيجاوب؟ طيب ايه أيوة. الدليل؟ ايه الدليل على انها ازدهرت؟ قولي يا جودي. لما عملوا مسواك النيل علشان يقدروا يحددوا منسوب النيل. تمام. نمرة 2 يا جودي، عملوا ايه تاني الامويين والعباسيين؟ اهتم الأمويين والعباسيين بتوسعة رقعة الأرض الزراعية وحفر الترع والقنوات. هي على فكرة لازم نقول اهتم الامويون والعباسيون، لان دول اهتم فعل ايه؟ ماضي، والامويون فاعل، والفعل يترفع بايه؟ بثبوت ايه؟ النحو بقى والعربي. ثبوت النون. ايوه، والعباسيون مضاف ومضاف اليه، يبقى تلحق الامويين في الاعراب، يبقى برضو زيها، يبقى الاثنين مرفوعين. يبقى اذا نقول الامويون والعباسيون، عشان بس ما تغلطش في النحو يا جودي، ما انا بعرف برضو شويه كده في النحو. يبقى ازدادت رقعه الارض وحفروا ترع وقنوات. ده بالنسبه لازدهار الزراعه في ايام عصر الولاه. طيب تعالوا بقى نشوف الصناعه بقى. الصناعه طبعا هتزدهر. من اكتر الصناعات اللي هتزدهر صناعه السفن الحربيه، وازدهرت بالذات في عصر الدوله الامويه. ليه بقى؟ لان معاويه بن ابي سفيان الخليفه الاموي انشا دار لصناعه السفن في بلاد الشام بمدينه عكا، واستقدم من مصر الخبراء للاستفاده منهم في دار الصناعه الجديده. وعلى فكره مكان صناعه السفن يا جماعه اسمه ترسانه. اسمه ايه؟ ترسانه. فهو كان انشا ترسانه في عكا في الشام في فلسطين، وكمان جاب خبراء من مصر عشان يستفيد منهم في دار الصناعه الجديده. يبقى كده ايه؟ دي اول صناعه اهتم بيها العرب في ظل الاسلام بعد فتح مصر. اهتموا كمان بصناعه النسيج والتطريز. على فكره الثياب المصريه كانت مزينه بالطراز البيزنطي. الخليفه بقى عبد الملك بن مروان قال لهم الكتابه لازم تبقى باللغه العربيه، وكانوا بيتم تزيين المنسوجات الكتانيه بزخارف من الحرير. يبقى ده التغيير اللي طرأ على صناعه النسيج في مصر. ايام البيزنطيين كان بيتكتب بايه؟ بالخط القبطي اللي هي حروف دمج ما بين اليوناني وما بين، قلت الكتابه الديموطيقي المصري القديم. لا، جه عبد الملك قال لهم لا، تعملوا الزخارف بتاعتكم باللغه العربيه، زي ما عرب الدواوين برضو عبد الملك بن مروان على فكره. مش هو اللي عرب الدواوين وخلاها تتكتب باللغه العربيه؟ حتى النسيج خلاه ايه، يتم الزخارف باللغه العربيه. طيب ده بالنسبه للصناعه. يبقى الصناعه ازدهرت ولا ما ازدهرتش يا ابراهيم؟ ابراهيم، ازدهرت يا مس. ازدهرت. زي صناعه ايه وايه؟ زي صناعة النسيج. وايه تاني يا ديما؟ صناعه ايه تاني؟ صناعة الفخار. لا، انا جبت سيره الفخار دلوقتي يا ديما. الزخف من الحرير. الزخارف على النسيج ايه لازم تبقى باللغه العربيه زي ما امر عبد الملك بن مروان. في صناعه تانية ازدهرت يا جودي، صناعه ايه؟ سفن. السفن. عارفين ليه بقى اهتموا معاويه؟ ليه اهتم بصناعه السفن؟ لان مصر والشام واجزاء كتيره من شمال افريقيا اصبحت تبع المسلمين، فلازم المسلمين يكون عندهم اسطول قوي عشان يصد اي هجمات للروم يا جماعه. مش المناطق دي كانت مع الروم قبل كده والمسلمين اخدوها؟ فلازم يبقى للمسلمين اسطول قوي يحمي شواطئ المسلمين. فعشان كده معاويه بن ابي اهتم بالايه؟ بصناعه السفن. تعالوا بقى نشوف التجاره. التجاره طبعا مهمه جدا، لانها انت بتجيبي تصدري اللي انت عايزاه زياده وبتستوردي احتياجاتك. سيدنا عمرو بن العاص عمل حاجه مهمه جدا، قلنا اعاد حفر القناه دي. كان اسمها ايه زمان؟ اللي قدامكم في الخريطه دي اللي بيربط البحر الاحمر بنهر النيل، كان اسمها ايه؟ القناه دي كان اسمها ايه يا حلوين؟ خدناها زمان في الفرعوني في الدوله الوسطى. كان اسمها قناه ايه يا ابراهيم؟ سيزو 3. برافو عليك يا ابراهيم، احسنت. دي كانت سيزوستريس. كانت
اتردمت وما اهتموش بيها، فرجع سيدنا عمرو بن العاص قعد حفرها تاني، بس سماها خليج امير المؤمنين. سماها ايه؟ خليج خليج أمير امير. المؤمنين. فاكرين احنا برضو الترم اللي فات خدنا ان تراجان الامبراطور الروماني قعد حفرها وسماها خليج تراجان، لكن بعد كده سابوها وما كانوش بيعمقوها فاتغمرت بالتراب تاني، لكن جه بقى سيدنا عمرو وقعد حفرها مرة تانية وسماها خليج أمير المؤمنين. طب ايه نتيجة إعادة حفر خليج أمير المؤمنين؟ ايه النتيجة؟ أصبح الطريق والاتصال دلوقتي بين البحر الأحمر ونهر النيل، ده يساعد على تنشيط ايه يا جماعة؟ تنشيط التجارة أو الصناعة. برافو عليك، صح، التجارة صح، وخصوصا مع بلاد الحجاز، مصر والحجاز، لأن البحر الأحمر بيوصلك للسعودية، يبقى ممكن تجيبي من السعودية حاجات تتاجري بيها في مصر بقى، تمور وكده، وممكن تاخدي من مصر بقى القمح وتاخدي المنسوجات وتصدريها لمنطقة الحجاز. يبقى إذا نتيجة حفر قناة أو خليج أمير المؤمنين ازدهرت التجارة بين مصر وبلاد الحجاز. كمان التجارة ازدهرت في عصر الولاية، ليه؟ بسبب ازدهار الزراعة والصناعة. الزراعة فيه إنتاج فائض زيادة، والصناعة فيه إنتاج فائض زيادة، فبالتالي أنت بتتاجري وتبيعيه لناس غيرك وتجيبي منهم منتج آخر. يبقى من ضمن أسباب ازدهار التجارة يا جماعة في أي عصر من العصور برضو. قلنا ازدهار إيه؟ حرفتين رئيسيتين، إيه هما؟ هيا محمود. التجارة بتزدهر لما إيه اللي بيزدهر ويزيد إنتاجه يا محمود؟ قول يا ديما. محمود هتجاوب ولا لأ؟ نعم يا مس. بقول لك التجارة دايما تزدهر في حال ازدهار إيه وإيه؟ التجارة تزدهر لما يزدهر عندك إيه؟ آه، ازدهار التجارة في مصر خلال عصر الولاة ليه؟ بسبب ازدهار الزراعة والصناعة. برافو عليك، عندك انتاج فائض، فطبعا لازم تصدره، هتقعده عندك تعمل بيه ايه؟ كمان انت عندك كمان انت المنتج بتاعك قليل في المنطقه، انت عندك قمح وعندك منسوجات كتانيه وحريريه، ففي اقبال على شرائها، فده ادى لازدهار ايه؟ الزراعه والصناعه، وده ادى لازدهار التجاره. ده بالنسبه للاقتصاد. تعالوا بقى الحياه العلميه بقى. على فكره مصر جالها علماء كتير جدا، والصحابه دول قاموا بتعليم الشعب المصري اصول الدين الاسلامي. يعني ايه؟ كل الصحابه اللي جم عندنا مصر كانوا بقى بيعلموا المصريين، يحفظوهم القران ويحفظوهم الاحاديث النبويه الشريفه، يعرفوهم امور دينهم. طيب مين اشهر الصحابه اللي علموا المصريين بقى؟ عندك عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص اسمه عبد الله، ده من اشهر الناس اللي علمت المصريين. كمان قامت في مصر نهضة عظيمة، وكانت دعامتها الدين الإسلامي واللغة العربية. بدأ يظهر بقى عندنا في مصر ناس كتير جدا هيجوا يعني يهتموا بالعلم والعلوم الدينية والقرآن والأحاديث. وعلى فكرة احنا عندنا في مصر كان في إمام من الأئمة الأربعة يا محمود. أنت بتدرس الفقه على أنهي مذهب يا محمود؟ محمود أما يدخل محمود هنشوفه بيدرس على محمود. بتدرس الفقه على أنهي مذهب؟ بتقول ايه يا محمود؟ بقول لك بتدرس الفقه على انهي مذهب؟ مش فاهم الشرعي. ايوه، على الامام مالك الشرعي ولا ابن حنبل ولا ابو حنيفه؟ ولا ها الإمام أول مرة. الشافعي. احنا بتقول ايه يا ابراهيم؟ ولا بس احنا بناخده عن الإمام الشافعي. لان ده بقى كان عايش في مصر. برافو عليك يا ديما. الامام الشافعي ده اتربى وعاش في مصر. انتوا عندكم المذاهب الاربعه طبعا يا ديما، المالكي والشافعي لا، احنا وابن عندنا في حنبل وابو المدرسة كلنا حنيفه. بناخد الشافعي. كلكم في المدرسه الخاصه. تمام، برافو عليك يا ديما. او بقى الامام الشافعي ده كان عايش في مصر، هو ده اللي انا عايز اوصل له. يبقى مصر عاش فيها واحد من الائمه الاربعه، ائمه الفقه الاسلامي يا جماعه. عارفين يعني ايه مصر فيها واحد من ائمه الفقه الاسلامي؟ وبرضه بيتهيألي سيدنا مالك برضه جه مصر عدى كده، بس اللي عاش في مصر كان الامام مين؟
الشافعي. يبقى إذا مصر كان مركز مهم جدا للعلوم الدينية. وعندك برضو في القرن الثاني الهجري نشأ جيل من العلماء من أصل مصري، يعني جدودهم مصريين، وأصبحوا أئمة في القراءات والأدب واللغة والتاريخ. أنت بتدرسي قراءات يا ديمة؟ كم هي ايه قراءة يا القراءات ديمة؟ دي لا اللي هي ها، اللي هي ايه؟ اللي هي في ورش. الامام ورش، احنا بناخدها في التجويد. ما هو دول بقى، دول 10 قراءات على فكرة. هما المصريين بقى هم بنعمل اللي بدأ يظهر العلوم دي، وفي الأدب واللغة والتاريخ. وبعدين بقى مصر بقت أصبحت مركز لنشر العلم والثقافة في العالم وتقدم العالم الإسلامي. ده كله ده في عصر الولاة. بعد كده الدولة الفاطمية هتنشئ إيه بقى مهم جدا، لسه بقى ناخدها في الدولة الفاطمية. احنا كده دلوقتي في الولاة بس. الدولة الفاطمية هتنشئ إيه يا ديمة؟ الدولة الفاطمية كانت ها، هتنشأ المذهب مساجد. الشيعي بقى درسته اه، فين؟ في الجامع الأزهر، في جامع الأزهر. وسموه مش جامع هتدرس الأزهر الحاجة. نسبة للسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ده لسه بقى في العصر الفاطمي، احنا دلوقتي في عصر الولاة في مصر، ملناش دعوة بقى بالايه، بالفاطمي دلوقتي. يبقى أصبحت مصر. يبقى نقول تاني، يلا يا إبراهيم، مين الصحابي اللي علم المصريين، من أوائل الصحابة اللي علم المصريين علوم الدين والقرآن والحديث؟ مين؟ ها، إبراهيم، قولي يا جودي، مين؟ عبد الله بن عمرو العاص. عبد الله ابن عمرو بن العاص، صح. ومصر بقول لكم أصبحت إيه؟ نهضة، حصل فيها نهضة علمية يا كبيرة مس معلش يا مس كنت ودعاماتها. بتكلم ومايك مقفول. معلش إبراهيم، الدين الإسلامي واللغة العربية. وقلت مصر هيظهر فيها جيل كبير من القراءات والأدب واللغة والتاريخ. ده بالنسبة للحياة الإيه؟ العلمية. طيب تعالوا بقى نشوف العمارة بقى، المباني بقى. المسلمين اهتموا جدا بالعمارة في مصر. ليه؟ اهتموا ببناء المدن والمساجد. فمثلا سيدنا عمرو أنشأ مدينة إيه؟ عمر بن العاص. الفسطاط، أيوة. صح؟ وبقى وخلاها ومدينة عاصمة العصر. لمصر عشان تبقى في قلب مصر وبعيد عن اسكندرية، عشان البيزنطيين ما يهاجموهاش ويقضوا على مصر. فضلت الفسطاط عاصمة لمصر طول عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية. مين اللي هيغير العاصمة بقى؟ العباسيين. هيشيدوا مدينة تانية اسمها العسكر. العسكر كانت عاصمة جديدة أيام مين؟ العباسيين. بس هي جنب الفسطاط برضو على فكرة، مش بعيدة. وكل المدن دي هتحوطها مدينة القاهرة، وتبقى القاهرة بقى اللي بتاعت قاهرة المعز، لأن هم كلهم في أماكن جديدة. في مدينة الجيزة دي شهيدة على سيدنا عمرو بن العاص. وفي مدينة حلوان دي شهيدة الأمويين. دي مدينة حلوان دي اللي هي حاليا فيها ايه، شرق الجيزة، شرق القاهرة، سوري، شرق القاهرة. دي اللي فيها مصنع الحديد والصلب دلوقتي. يبقى كده المسلمين عملوا 4 مدن في مصر. الفسطاط دي هتفضل لحد ما يجي العباسيين، هيعملوا العسكر. بعد كده سيدنا عمرو هيعمل الجيزة، مس وهيعملوا حلوان دي في عهد ايه، الأمويين. والمدينة يا على مس فكرة كانوا بيعملوها بنظام، مش بتتبني بالبركة. المسجد الجامع في وسط المدينة، وحوالين المسجد المقر بقى بتاع الوالي والمكان بتاع الموظفين والإدارات الكبيرة. بعد كده يبتدي بيوت بقى الناس اللي هم زي الوالي والناس اللي تبعه. وبعد كده تبتدي بيوت الناس الأغنياء. يعني المدينة كانت بتبقى منظمة، مش بتبقى بالبركة. خلاص؟ مس نعم. احنا هنخلص امتى يا مس بتاعت انا هخلص الانجليزي دلوقتي عشان الياباني؟ تلحق تصلي، ده النهارده بس عشان انه بركه رمضان وعشان تصلي. كمان المسلمين لا لا، اهتموا جدا عشان مس بتاعت بالمساجد. الانجليزي. فبنوا اول جامع في مصر اللي هم ايه، جامع اللي هو في الفسطاط، اللي هو موجود لحد النهارده، وتسمى باسم سيدنا عمرو، اسمه جامع عمرو بن العاص. واهميته قلنا كان مدرسه، كان مسجد للعباده، ومدرسه دينيه وعلميه، ومركز للقضاء زي ما قلت لكم. يبقى مسجد سيدنا عمرو بن العاص زي المسجد اللي عمله النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، كان بيعلم فيه المسلمين أمور الدين ويصلي بيهم، وبيعقد الاجتماعات وبيتخذ الإجراءات والقرارات. وبرضو النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس لما بيتخاصموا كانوا بيروحوا له المسجد برضو يفصل بينهم. فنفس الشيء برضو في كل المساجد اللي تم إنشائها في الفترة دي، إنها مقر
مسجد ومدرسة دينية وعلمية ومركز للقضاء. دول أهم الحاجات اللي المسلمين اهتموا ببنائها. وطبعا كان لازم يعملوا أعمدة وقباب زي اللي انتوا شايفينها ومئذنة، كانت من ضمن نمط المعمارة عند المسلمين. ده بالنسبة للايه العمارة عند المسلمين. فهمتوا الجزء ده؟ أي اه سؤال؟ لا تمام. طيب أنا هسيبكم دلوقتي. طب نحل سؤالين بس عشان يطمئن قلبي إن انتوا فهمتوا الدرس. سؤالين يا كده على مس طول. خلاص، لو حضرتك عايزة تكملي كملي، أنا كده كده هصليها لوحدي بقى. لا ممكن تلحق لك ركعتين ولا حاجة يا إبراهيم. لا هما طيب خلصوا. خلصوا. ما أنا بقول لك يبقى أنت أصلا هم بيبتدوا بدري. يلا هنشوف الجزئيات الخاصة بإيه. طب يلا السلام هاتوا عليكم. هات نمرة 8 يا إبراهيم. قام القضاء في مصر قال بعد فتح العرب القضاء في على أساس. مصر. الشرطة والقضاء. يا ابني يا حبيبي القاضي بيحكم بإيه يا إبراهيم؟ أنا مش عارفة أنت إيه اللي مخليك. القاضي بيحكم بإيه؟ اللي هو بالقرآن والسنة النبوية يبقى اسمها الشريعة الإسلامية. يبقى اسمها الشريعة الإسلامية. يلا يا محمود. كانت مجالس القضاء بمصر بعد فتح تعقد عادة فين يا محمود؟ يا شيخ محمود يا بتاع الأزهر. ها ايوه مش. القاضي كان وانتوا في بيقعد فين زمان يحكم؟ طب ده لي سؤال طبعا عشان لسه داخل من الحساب ده. قولي يا جودي. يعني قصدي يا مس في اللي هو بتاع دار الإمارة. لا القاضي اللي بيفصل في المنازعات وبيحكم بالشريعة الإسلامية. كان يعني انت بيجي وحضرتك كنت واقفة فين؟ السؤال فين ده؟ سؤال نمرة 9. صح غلط؟ خلاص جامع عمرو بن العاص. أيوة في الجامع عمرو بن العاص. طيب يلا يا ديمة. مدينة العسكر عاصمة لمصر في العصر مين؟ قلت إيه؟ عسكر عاصمة جديدة لمصر في عصر العباسيين. العباسيين صح. سيدنا عمرو أنشأ مدينة إيه؟ أظن بقى دي قلناها 100 مرة يا محمود. ها سيدنا عمرو أنشأ مدينة إيه يا محمود؟ العاصمة الجديدة بتاع سيدنا عمرو مصر. ها ثواني يا مس. مدينة وسماها على اسم الخيمة بتاعته. اللي عارف مين؟ أنا يا مس. قول يا جودي. الفسطاط. الفسطاط وإيه كمان؟ الفسطاط ومدينة الجيزة. برافو عليك. إيه الصعب في كده يا محمود؟ الفسطاط والجيزة. كده أوكي؟ فهمتوا الدرس كويس جدا؟